عمرك شفت اعلان بيقول لك ان المنتج ده نجح مع 90% من الناس فحسيت انه ممتاز جدا؟ بس لو نفس الاعلان قال لك ان 10% من الناس ما استفادوش هتحس بحاجه مختلفه تماما. في دراسه اتعملت في جامعه ستانفورد عرضوا على مجموعتين من الناس نفس العمليه الجراحيه. المجموعه الاولى قالوا لهم ان نسبه النجاح كانت 90%، المجموعه الثانيه قالوا لهم ان نسبه الفشل كانت 10%. النتيجه ان المجموعه الاولى اللي سمعت 90% نجاح كانت متحمسه اكتر بكتير للعمليه، رغم ان المعلومتين نفس المعنى بالظبط. ده اسمه في علم النفس فريمينج افكت او تاثير التقدير. طريقتك في عرض المعلومه او الاطار اللي انت بتحطها فيه ممكن يغير احساس الناس بيها تماما. مش بس كده، لا، هو ممكن يغير قرارهم كمان. عشان كده طريقه الكلام في الاعلانات مش بتتساب للصدفه ابدا. يعني مثلا الاعلانات بتقول لك وفرت 200 ريال بدل ما تقول لك دفعت 800 ريال. المطاعم بتقول لك ده اكتر طبق مبيعا عندنا بدل ما تقول لك الاطباق التانيه مش بتطلب كتير. الخلاصه ان الكلام نفسه ممكن يخليك تشتري او ترفض حسب الاطار اللي بيتقدم لك بيه. سلام.